لو نزلت وسط البلد في القاهرة هتلاقي في سلسلة محلات باسم شوكوريل، واللي كانت من أشهر المحلات التجارية في أوائل القرن العشرين. وما كانش أي حد بيدخل المحلات دي غير البشوات والبهوات وعلية القوم. فيا ترى مين هو شوكوريل؟ وإيه هي علاقة الشبح بتاعه اللي بيظهر باستمرار في منزل الفنان عزت أبو عوف، واللي الفنان عزت أبو عوف وكل عيلته أكدوا أكتر من مرة وفي أكتر من لقاء إنهم شافوا الشبح؟ ده غير ان الفنانة يسرا بنفسها شافت الشبح واكدت كلام الفنان عزت ابو عوف. فيا ترى ايه هي القصة بالظبط؟ تابع معايا الفيديو علشان تعرف الحكاية ايه. وهيبقى في سؤال في اخر الحلقة محتاج انك تشغل دماغك معايا شوية. فيلا بسرعة كوباية العصير بتاعتك وتعالى نروح للقصة المرعبة بتاعتنا. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. ويلا بينا نبدا على بركة الله. في بداية القرن العشرين جه للقاهرة واحد يهودي إيطالي اسمه مورينو شوكوريل، وأسس أكبر مجموعة محلات تجارية في الوقت ده. وأنا عايز أقول لكم إن اليهود في الفترة دي كانوا عايشين في مصر عادي، وما كانش فيه مشاكل خالص، يعني بيبيعوا وبيشتروا وكانوا جزء من طبقات الشعب المصري. المهم إن في خلال فترة قصيرة أصبحت محلات شوكوريل واحدة من أفخم وأرقى المحلات في القاهرة، وكانت ملتقى ومقصد النخبة المصرية وعلية القوم، وكان شغال موظفين فيها كتير ووصل عددهم ل 480 موظف. واليهود معروف عنهم انهم شاطرين في التجارة وبيعرفوا يجيبوا القرش من الهوا. المهم ان المحلات دي بقى ليها فروع كتير في كل حتة في مصر، وبطبيعة الحال بقت عيلة عمنا شوكوريل واحدة من اغنى العائلات في مصر في الوقت ده. وبعد وفاة مورينو شوكوريل اتولى ابنه سلفادور شوكوريل إدارة المحلات دي، وزاد ووسع فيها لدرجة إنها بقت مطمع لكتير من اللصوص. وفي سنة 1927 استيقظت القاهرة على خبر مقتل الخواجة سلفادور شوكوريل داخل منزله. واللي حصل هو إن اللصوص هجموا على بيت الخواجة في الليل وقاموا بتخدير زوجة الخواجة باستخدام منديل وحطوه على بقها. ولما حبوا إنهم يخدروا الخواجة اتصدى ليهم فطعنوه اللصوص 11 طعنة في مختلف أنحاء جسمه وفارق الحياة. وسرق اللصوص معظم محتويات المنزل، ولكن من سوء حظ اللصوص ان زوجة الخواجة كتب لها عمر جديد وتم اسعافها وادلت بشهادتها قدام الشرطة. وما هي الا ايام بسيطة وتم القاء القبض على اللصوص، وكان عددهم 4. ليتضح بان الرأس المدبرة لمقتل الخواجة هو السواق الخاص للخواجة، واللي كان الخواجة طرده من الشغل لسوء سلوكه. وقال المجرم في اعترافاته انه قتل الخواجة انتقاما لسوء معاملته له اثناء فترة عمله معاه كسائق خصوصي له، وكمان من اجل سرقة المجوهرات اللي كانت موجودة في منزل الخواجة. من بعدها احيل السائق للمحاكمة وتم الحكم عليه بالاعدام، واستمر منزل الخواجة مقفول لأكثر من 30 سنة من بعد الحادثة دي. وكعادة الشعب المصري بدأت إشاعات تطلع على المنزل بأنه مسكون بالعفاريت، وإنهم بيسمعوا أصوات داخل المنزل كل يوم بالليل، وإن في أشباح بتظهر جوه المنزل من فترة للتانية. والغريب إنهم كانوا بيسمعوا أصوات لأشخاص بيعزفوا بعض المقاطع الموسيقية، يعني زي ما تقول كده شبح مزاجه عالي شوية. المهم إن المنزل ده ما كانش حد بيرضى يشتريه بسبب الحكايات الكتيرة اللي بتتقال عليه، لحد ما جت سنة 1957 وكان فيه ضابط في الجيش المصري اسمه أحمد شفيق أبو عوف، وده والد الفنان عزت أبو عوف. وكانت عيلة أبو عوف في الوقت ده أشهر من نار على علم، واشترى الضابط المنزل وعاش فيه هو وزوجته وأولاده ال4، واللي هيبقوا بعد كده أشهر فرقة موسيقية في فترة الثمانينات، واللي كانت معروفة باسم الفور ام. ولكن بعد فترة أفراد العيلة بدأوا يلاحظوا حاجات غريبة داخل المنزل. وبتقول الفنانة مها أبو عوف إنهم في بداية الأمر اعتقدوا إن الخطوات والأصوات اللي بيسمعوها داخل المنزل باستمرار احتمال إنها تكون فار داخل المنزل. وبتقول إن والدتها كانت بتسمع الأصوات دي باستمرار، ولما كانت بتحكي لنا اللي بتسمعه ما كناش بنصدقها. ولكن بعد فترة اتأكدنا إن المنزل بيسكنه شبح، وهو شبح الخواجة شوكوريل اللي اتقتل فيه من زمان. لكن والدي ما كانش مقتنع بالكلام ده، وده بحكم إنه ضابط جيش وقلبه جامد حبتين، وهو الوحيد فينا اللي ما كانش مدي للموضوع أي أهمية. لحد ما جينا في يوم وسافرنا لإسكندرية وسيبنا والدي لوحده داخل المنزل. وكان والدي متعود إن يعزف بعض المقطوعات الموسيقية كنوع من التسلية كل يوم. وفي مرة من المرات غلبه التعب فساب العود بتاعه ودخل أوضته علشان ينام. بعدها
والدي سمع أصوات في الشقة وهي بتعزف المقطوعة الموسيقية بتاعته، ومن بعدها الشبح دخل لوالدي جوه أوضة نومه. لنتفاجأ بأن والدي جاي لنا اسكندرية وهو بالبيجامة وبيأكد لنا إنه شاف الشبح فعلا. وبتكمل مها أبو عوف كلامها وبتقول إنها في أول مرة شافت الشبح كان في إحدى الليالي، وكان وسيم وأنيق وبيمشي في خطوات ثابتة، وفي إيده سيجار من النوع الفاخر. ولما خفت منه جريت لوالدي ووالدتي علشان أحكي لهم اللي شفته. في البداية ما كانش حد مقتنع بكلامي إطلاقا لحد ما اتأكدوا بنفسهم وشافوه، وبقينا كلنا متعودين على الشبح وكأنه واحد من أفراد العيلة. وكنت كل يوم بشوفه تقريبا، بس ما كنتش بخاف منه زي أول مرة شفته فيها. وبتحكي الفنانة مها أبو عوف إنها في مرة كانت قاعدة في أوضتها هي ومنى أختها وعزت أخوها، وطلبت منى من عزت إنه يجيب لها كتاب معين من شنطتها، لكن عزت رفض وقال لها مش قادر أقوم. لنتفاجأ بعدها بإن الشنطة بتطير في الهواء وبيخرج منها الكتاب، فخفنا كلنا وجرينا بره الأوضة. ومش مها أبو عوف بس اللي أكدت وجود الشبح، ففي إحدى اللقاءات الفنان عزت أبو عوف أكد على وجود الشبح، وقال إن الشبح بيرجع لراجل في الخمسينات من عمره ومظهره أنيق جدا، وبيدل على إنه راجل أرستقراطي. وكان الشبح بيظهر قدامنا وبيتحرك بكامل حريته، ومفيش ولا مرة إن عينه جت في عينينا. والغريب بقى في القصة دي إن الفنانة يسرا هي كمان أكدت على وجود الشبح، وقالت في إحدى اللقاءات ليها إنها كانت معزومة في يوم داخل منزل صديقة عمرها مها أبو عوف، وبسبب تأخير الوقت اضطرت إنها تبات عند مها. وبتقول يسرا بدأت فجأة أسمع صوت خطوات خارج الأوضة، وكنت خايفة جدا لأن مفيش غيري أنا ومها بس اللي موجودين في البيت. ولما كنت بسأل مها عن مصدر الخطوات دي كانت بترد عليا وتقول لي نام يا يسرا وبكرة هحكي لك. والخطوات كانت بتزيد ومنتظمة جدا، وزي ما تكون خطوات جندي في عرض عسكري. ولما الخوف زاد جوايا ألحيت على مها إنها تعرفني الحكاية، فلقيت مها بتقول لي بكل هدوء ده شبح الخواجة شوكوريل اللي ساكن في بيتنا من زمان واحنا متعودين عليه. فلقيت نفسي بنط من فوق السرير وهربت من المنزل ورجعت لشقتي وقلبي كان هيقف، وما كنتش مصدقة اني على مسافة مترين من الشبح. وفي نهاية الحلقة أنا عايز بقى تقول لي رأيك إيه في الحكاية دي، ولو أنت واحد مركز في الكلام اللي اتقال في الحلقة دي هتعرف إن في تناقضات غريبة في القصة. ها، مين فيكم شاطر هيقول لي إيه هي التناقضات في القصة دي، وهل حد فيكم سمع عن شبح شوكوريل ولا لأ؟ وبس كده، وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.